هي القبة السماوية اللي في معبد دندرة راحت فين؟ أكتر من 1,000,000 قطعة أثرية مصرية معروضة في 40 متحف على مستوى العالم كله. أمريكا فيها 140,000 قطعة أثرية، ومتحف اللوفر في باريس فيها أكتر من 50,000 قطعة أثرية. لكن بقى بريطانيا بسم الله ما شاء الله فيها أكتر من 275,000 قطعة أثرية. ده غير بقى البرديات وغير بقى المسلات وغير القطع الصغيرة اللي احنا منعرفش حاجة عنها. ده كفاية نابليون لما جه مصر. لما نابليون جه مصر سنة 1798 خد كمية آثار ملهاش أول من آخر. الحملة الفرنسية دي شفطتنا. وبما اننا بقى جبنا سيرة نابليون ففي إشاعة كده طلع عليه، يعني إن نابليون هو اللي كسر مناخير أبو الهول. لكن الكلام ده ما حصلش، لأن لقوا رسومات لأبو الهول قبل الحملة الفرنسية ب60 سنة وبرضه مناخيره ما كانتش موجودة. طب إيه هي الحكاية؟ سنة 1378 كان في راجل اسمه صائم الظهر، وكان راجل بقى دين متشدد جدا. خد فاسه على كتفه وطلع على أبو الهول عشان يهده، يعني إن هو يعني صنم يعني وكده. وطبعا خد إعدام على اللي هو عمله ده. هنبدأ بأهم حاجة اللي هي راس نفرتيتي، موجودة في متحف برلين في ألمانيا. اكتشفت في تل العمارنة في ورشة النحت بتاعت إخناتون عام 1912. هو تمثال غير مكتمل بس مهم جدا. كان في الوقت دوت بقى في قانون في مصر اللي هي أي بعثة تلاقي آثار هنقسمها بالنص، هما النص وإحنا النص، كتر خيرهم والله. بس بشرط ما تكونش مقبرة أو آثار ملكية أو ذات قيمة عالية. البعثة الألمانية بقى قالت إن راس نفرتيتي ملهاش قيمة وتمثال مش كامل، لأن ساعتها دهنوه جبس وحطوه في وسط فخار كده مكسور، وقدروا فعلا إن هم يخرجوها باسم إن هي لا قيمة لها. ولما وصلت ألمانيا رمموها وبقت أهم قطعة معروضة في المتحف عندهم. إنما حجر رشيد بقى ده حكايته حكاية، معروض دلوقتي في المتحف البريطاني في لندن، واللي اكتشفه جندي فرنساوي. وفضلت مع الفرنسيين لحد ما حصلت معركة أبو قير البحرية اللي في اسكندرية، المعركة اللي كانت ما بين فرنسا وبريطانيا، وطبعا اللي انتصرت بريطانيا. لما الفرنسيين بقى جايين يخرجوا من مصر كانوا ساحبين في ايديهم حجر رشيد، لكن بقى وهما بيتفتشوا بريطانيا شافت الحجر ده معاهم وقالت لهم لا سيبوا الحجر ده هنا مش في مصر، لا ده هما اللي خدوه. واستولت بريطانيا على حجر رشيد وبقى أهم قطعة في المتحف عندهم. أما بقى القبة السماوية اللي هي في معبد دندرة في قنا دي بقى وراها ألغاز كتير جدا. نائب فرنساوي طلب من محمد علي القبة دي، ومحمد علي كان طيب قوي ما بيكسرش بخاطر حد لحد ما ضيعنا، ووافق فعلا ان هو يديهاله بمقابل مادي ودعم فرنساوي. راحوا بقى عشان ياخدوها لقوها لازقة في السقف. عايزين سقف معبد، انتوا متخيلين؟ راحوا جايبين بقى متفجرات وفجروها فعلا، وكملوا عليها بقى بالشواكيش والآلات بتاعتهم دي، وموجودة دلوقتي في متحف اللوفر في فرنسا. ده غير المسلة اللي موجودة برضو في فرنسا، مسلة رمسيس الثاني، ومسلة كليوباترا موجودة في لندن. والمسلة دي بقى ليها أختها شبهها أوي بالظبط موجودة في نيويورك في أمريكا. إنما بقى تابوت سيتي الأول تحفة فنية حرفيا، اكتشف سنة 1817، وهو أصلا من الأسرة ال19 في وادي الملوك، وهو أبو الملك رمسيس الثاني، وحكم حوالي 11 سنة. تابوت سيتي الأول ده مصنوع من المرمر، حاجة كده تحفة تحفة بجد. تابوت بالحجم الطبيعي موجود دلوقتي في لندن في متحف جون سوان.